السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد في قضية المرحومة الأستاذة هاجر الخلوقة المؤدبة بشهادة الجميع. الله يرحمها ويسكنها فسيح جناته. قدر الله ما شاء فعل، الأجل ديالها وصل والعائلة ديالها رضوا بالقدر. هادشي اللي مكتاب لبنتهم مسكينة، الله يصبرهم على فراقها. ولكن المحزن واللي كيألم في الخاطر هو الطريقة كيفاش فرقت الحياة وعلى يد من. هاد التفاصيل كلها غنطرقوا ليها في هذا الفيديو إن شاء الله. بقوا معنا إلى الأخير. ما عمرنا ما طرنا التحرش ولا هادشي اللي وقع. الناس اللي كتقول بانه السيده لا راه تعدات عليه، لا راه قصاتو، لا راه حيدات ليه النقاط، هذاك الشيء راه كله راه القصه الحقيقيه انه بانه راه نوع من التحرش. يعني ستاجير كان كيصيفط لها ميساجات رساله بانه راه تعجبو، ولا هي كان ردة الفعل ديالها راه ردة الفعل ديال اي امراه يعني مغربيه حره راه ما غتقبلش ديك المسائل. قدمت بطلب ديال الاداره بان السيد راه كيتحرش بها في الميساجات. صافي خداو الاجراءات القانونيه اللي هي اشنو داروا ليه، حولوه من قسم لقسم. فهاديك الوقيته فاش تحول هو راه ما رضاش. انا اكثر حاجه ضرتني في خاطري هو داك لا فيديو اللي كانت لاح، هي الوقيته فاش كتحاول توقف وكتعاود تطيح. هذيك هي اكثر حاجه الماتنا. علاش؟ حيت مازال تتقول شكون ضربات بضربتها بموتها، ولكن الواحد يتالم وباقي حاس وعاد من بعد يدخل لوبيراسيون ويمشي فيها كوما. راه لا اله الا الله. هذا اكثر حاجه يعني اللي اثرت فينا حنا، هو الطريقه كيفاش تتعذبات. حنا كنطالبوا بان هذاك المتدرب اقصى العقوبات، يعني خاص القانون يتاخذ في حقه، ماشي يتجاوزوا عليه ولا يدفعوا شواهد طبيه ولا يقولوا راه السيد راه مريض نفسيا. راه ما كاينش شي واحد مريض نفسيا كيدير جريمه مع سبق الاصرار والترصد باش تجي توقف لها حدا باب المدرسه وتجيب يعني الاله اللي غتضربها بها. راه ما كاينش في هذاك مرض نفسي. مرض نفسي كان ممكن يكون مشكل ديك الساعه، والواحد علاش ما يمشيش يقتل راسو من هو مريض نفسي. حنا كنطالبوا باقصى العقوبات باش هادشي يتحد هنا. وشكرا. درنا واحد النشاط في هذوك الادوات اللي استعملت في هذاك النشاط. دوره غندور وتنتفاجئ به ورا ظهري دوره درت هكا كنلقاه ورايا. انا ما عرفتوش، شفتي مزيان اللي عرفتو تنقول لي بلاتي كنتي ديك الساعه باقي ما استوعبتيش الفكره؟ ما استوعبتهاش. كان واحد الهدوء، ما سمعتش الحس ديال شي حد نهائيا. انا درت هكا كنلقاه ورا ظهري. باش شفتو صافي كنقول لي بلاتي يعني عندي التنفر. غير انني نستسلم لامر الله سبحانه وتعالى. كنقول ليه عافاك يقول لي انا مادام جيت ديري في بالك واحد الحاجه، انا مادام جيت الا انني ناوي المؤبد، يعني انا جاي غادي المؤبد اكون هاني. صراحة كلام هذا الأستاذ والله على صح. لا حول ولا قوة إلا بالله. الجيل الصاعد فاشل 100%. عدم التربية، عدم الأخلاق، شباب متهور. زعما فاش وصلنا لهاد الشي راه ما بقى ما يعجب. لا حول ولا قوة إلا بالله. ردوا البال بزاف. الكلميت اللي كان كيطيح الاستاذ ديالو يوصلو يدو راسو، لان من علمني حرفا كنت له عبدا. اليوم اللي علمني حرف نخلي ضربوه. هادشي اللي ولا واقع. حنا ما كنقولوش ان يكون البوليسي يتعدى، لا، على الاحترام، واحد الهبه. ملي البوليسي يولي المجرم يجبد عليه الموس، وملي يولي الاستاذ يجبد عليه تلميذ الموس، شنو فين ولا الامام اللي عنده قدسيه في تاريخنا الاسلامي. الامام عنده قدسيه، ملي كتمشي لفقيه الجامع كتبوس له يدو. قدنا اليوم واحد الاستاذه جاره ديالنا الله يرحمها كيشهدوا بها الناس مزيان، الجيران، لانه
يعني كتأدي الواجب على احسن ما يرام. رحم الله. هادشي اللي غنقول في هاد البنيه هذه اللي ضيعناها. الحمد لله الحمد لله الحمد لله على كل مناسب. في هذا الظرف هذه ما تقدرش الكلمه تعبر داكشي الحزن العميق اللي كيصيب الاسره ديالها والاصدقاء ديالها والجيران ديالها والاهل ديالها والناس اللي تنقلت من كل انحاء المغرب اليوم للمقبره ديال سيدي غريب باش نوروها باش نودعوها الوداع الاخير ونديروها في قبرها. الله يرحمها ويوسع عليها، وغير غنقول الله يصبر والديها والاهل ديالها والاصدقاء وكل من قام بتشييع الجنازه ديالها. وعندي واحد الملاحظه، هذا الشيء خصو يوقف، هذا النزيف راه خصو يوقف، لان ماشي هذه الحاله الاولى ولا الحاله الثانيه ولا الحاله الثالثه، لان كاين حاله ديال المدير ديال اللي في خنيفره، كاين حاله ديال في كل بلاصه، كاين حالات كثيره، وهذا النزيف خصو يوقف. هاجر هي صديقه ديال البنيتات ديالي، كانوا نفس المستوى العمري، كنا كنعرفوهم كاملين في الحومه. وهذا يكفي ان نقول لك ان اليوم العيد الميلاد ديالها، عيد ميلادها 14 ابريل، اليوم تدخل الارض. يكفي الله يحسن عون والديها. 14 ابريل اللي تزادت هذه البنت، هي اليوم غادي تدخل للتراب. هذه البنيه مشات تأدي الواجب ديالها وجات جثه هامده. حسن عونها، حسن عوننا حنا الجيران ديالها اللي كنعرفوها، وهي طفله صغيره تتلعب في الحي، تتلعب وتتغني مع البنيات في الحي، كنودعوها اليوم. جميعا أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، أن يرحم هذه الأستاذة برحمتك التي وسعت كل شيء. اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها وأكرم نزلها ووسع مدخلها واغسلها بالماء والثلج والبرد ونقها من الذنوب والخطايا.